والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من بعد غيبة، مش عارف شهر ونص، الله أعلم. على العموم عدنا، وسامحوني على التقصير اللي كان مني، مع انكم انتم كنتم مبدعين من ناحية اشتراكات ولايكات، وبإذن الله حتكونوا مبدعين أكتر وأكتر. لكن كل غيبة وأكيد وراها سبب، وراها ظروف، وراها حاجة بإذن الله نعوضكم بيها. وقبل ما نبدأ في شيء، مبروك عليكم شهر رمضان المبارك. وفي شهر رمضان مجهز لكم مقاطع من العيار الثقيل، فوتوا لي روحكم واستمتعوا. واهم شيء ما تحرمونا من زر اللايك والاشتراك وضغطك على الجرس يا عزيزي المتابع. وجدول القناة لشهر رمضان بإذن الله راح يكون كل جمعة وثلاثاء قصة بإذن الله. وأكيد دامنا قلنا قصة، أكيد بتكون قصة تقيلة تقيلة تقيلة، فوتوا لي روحكم وإن شاء الله تستمتعوا في قصة اليوم. وما تنسوا تصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وخليكم مع القصة. أنا عبد الله، شاب ليبي عادي، لاني بطل ولاني مجرم، واحد من بين آلاف الشباب اللي تنوض كل يوم ونفكر شو مندير اليوم عشان نعيش ونكون روحي. وكنت وقتها ساكن في ضواحي، وكنت كل يوم نطلع ونمشي ندور في خدمة، ولكن حصل في نفس الكلام كل يوم، تو ردوا عليك، وطبعا كيف ما تعرفوا ما فيش حد يرد عليك. ويوم من الأيام وأنا واقف قدام القهوة في الجو الساخن وقاعد نضيع في وقتي، وقفت قدامي سيارة سوداء، والباين إنها سيارة فخمة فخمة فخمة، وصاحبها نزل الشباك وكاين لابس بدلة رسمية ولبس مرتب. أنا ما نجيش شيء قدامه، قلت هذا أكيد بيسألني عن حاجة أو بيستفسر عن بيت حد يعني، لكن صدمني وتكلم وقال لي انت عبد الله. واستغربت في ذاك الوقت، قلت من وين يعرفني هذا؟ كيف الاشكال هذه النظيفه تعرف واحد منظري انا؟ كيف؟ لكن رديت عليه وقلت له ايه انا عبد الله. ورد علي في ذاك الوقت قال لي حصلت خدمه. قلت هذا ايه؟ كيف عارف اني قاعد ادور في خدمه اصلا؟ قلت الحمد لله رزق وجاب لي يا ربي، ليش قاعد نسال انا يعني؟ قلت لا والله ما حصلت خدمه. وفي هذا الوقت قال لي باينه عندي لك خدمه، والخدمه سهله يعني، بنعطوك سياره وتسوقها وتوصل شحنات. وانا عجبني الموضوع. وفي هذا الوقت كلمني وقال لي تعال اركب، وفعلا مشيت وركبت معاه السياره، وانا في بالي في 1000 سؤال. وطبعا من لما ركبت معاه الراجل قاعد هادي وساكت، وتقدر تقول عنده شخصيه، عنده قوة، مش عارف يعني من ملابسه ولا من الفلوس اللي عنده ولا من السيارة اللي راكبها. خاف نتكلم عن حاجة ونخليكم حاجة تانية ننساها يعني، نظلم الراجل. إلى وين تكلم وقال لي الشغل واضح وصريح، نعطوك بضائع وتوصلهم من مدينة لمدينة، ما فيش صداع ما فيش تعب، بس تستلم وتوصل، والشاحنة منا، انت عليك انك تسوق بس يا عبد الله. وانا في وسط كلامه قاعد مفكر في فكر في مبلغ كم؟ انت قاعد تقول لي خدمه وراكب في سياره ما شاء الله ولابس بدله قيمتها ما شاء الله، اكيد بتقولي مبلغ سمح يعني. الى وين قال لي المبلغ اللي قال لي يا جماعه الخير يطلعني من حياة الفقر إلى الغنى على طول. توصيلة واحدة بس تسد ديوني، وتشتري لي ملابس جديدة، وتشتري لأخوي ملابس جديدة، وتشتري للبيت أكل نعيش أنا وعيلتي كل منا في رفاه ونعيم. ومش عارف كان زادك شوية يعني، احتمال يغمى علي خلاص. وفي وقتها ما جا في بالي نسأله ليش المبلغ عالي، ليش الفلوس واجد، فلوس جني الحمد لله، رزق من عند ربي، هذا ميزان نفاصل فيها انا. لكن جاء في بالي سؤال، قلت له شنو نوع البضايع اللي تبين نوصلهن؟ وهنا رد علي وكان رده وكأنه حافظ جملة حفظ، وقالها لي حاجة عادية يا عبد الله وما يهمك تعرف التفاصيل. وهنا جاني احساس خفيف، ليش الاجر عالي والبضاعة مش لازم نعرفها شني، لكن المبلغ اللي بيجيني مبلغ مغري حتى لو ان فيها بعض الشك أنا راضي. وجاء في بالي سؤال وسألت لي على طول، وقلت له هل البضاعة هذه اللي بنوصلها بتسبب لي مشاكل مع الشرطة أو مع الحكومة أو مع نقاط التفتيش؟ ورد علي وهو يضحك وقال لي أنت خليك في طريقك وسواقتك والباقي علينا. الباقي علينا؟ كيف الباقي علينا؟ يعني في حاجة، في شيء في الموضوع، ما يبي نعرف نوع البضايع والأجر عالي ويقول لي أنت سوق والباقي علينا. قعدت طول الطريق مفكر شن في وراه الشيء هذا، ماني مرتاح داخليا، ماني مرتاح. لكن ما حصلت خدمة ثانية يعني، ولحد الآن ما ريت أي شيء غلط عليه الراجل. وقعدت طول الطريق مفكر إلى وين وصلني البيت، واستغربت كيف عرف بيتنا هذا، كيف وصل لبيتنا، كيف يعرف بيتي؟ واستنوا شوي، كيف يعرف اسمي أصلا؟ هو غريبة، لكن ما عندي شي نقول، ربما قد يكون رزق
وبعته لي الله، فلازم نستغل الفرص. وبعد ما وصلنا البيت وقبل حتى ما ننزل أعطاني رقم تليفونه وقال لي هذا رقمي يا عبد الله، ولو وافقت بكرة الصبح نبدأ. ونزلت من السيارة وأنا مفكر نبي نرفض، نبي نقول لا، لكن لما خشيت للبيت وشفت حالة أمي وشفت البيت وشفت خوي وشفت حالتنا، عرفت إن ما عندي خيار إلا أني نوافق. وطبعا أنا وأخوي الصغير وحيدين أمي، وأبوي توفى في الحرب في 2011 وخلالنا البيت اللي احنا قاعدين فيه، وخلالي وراه مسؤولية كبيرة لأني أنا توا كبير البيت خلاص. وقعدت طول الليل مفكر، وكل ما غمض عيني يطلع قدامي الرقم ومعاه سؤال واحد: لو وافقت شن أسوأ شيء ممكن يصير لي؟ ومشيت الليلة كاملة على نفس الحال، قاعد نتقلب ونفكر نقبل ما نقبل، نرفض ما نرفض، شن ندير؟ قاعد متردد إلى وين جاء الصبح. وقبل حتى ما تطلع الشمس رن تليفوني، نشوف التليفون رقم، قلت ممكن حد نعرفه، ممكن حد غلط. رديت عليه وقلت له السلام عليكم، ما رد علي حتى السلام، وكان نفس صوت صاحب السيارة اللي كلمني أمس. وأول شيء جاء في بالي من وين جاب رقمي، ولكن ما خلاني حتى نفكر وتكلم وقال لي جاهز يا عبد الله. ورديت عليه وقلت له جاهز. ومن بعد ما قلت له جاهز سكر الخط في وجهي واستغربت، قعدت تكي صافن في التليفون ونشوف خير سكر علي هذا. ما طولت، قعدت 5 6 7 دقايق هيك وتوصلني رسالة وفيها موقع ومكتوب فيها تعال للموقع عشان نبدو شغلنا. وفعلا نضت لبست وزبطت اموري وطالع من البيت بكل هدوء، حتى من امي اللي متعود اني نوضها ونقولها راوي امي ماشي وكذا ونقولها كل حاجة، ما نوضتها حتى من نومها وخليتها راقدة. وبعد مشوار طويل وصلت للموقع، والموقع كان وحدة من الاستراحات انت على الشاحنات، يعني اللي جنك على يمين الطريق، انت مسافر تلقان يمين الطريق يدرسوا فيهن جماعة الشاحنات عشان يرتاحوا ويرقدوا فيهن. وكانت الاستراحة هذه فاضية كليا إلا من شاحنة وحدة والسيارة السوداء نفسها اللي جاني بها أمس الراجل اللي ما نعرف حتى اسمه هذا. وفعلا خشيت ووصلت لعنده، ونزل من السيارة وهو في يده مفتاح الشاحنة اللي قاعدة قدامي، وتكلم وقال لي الشاحنة هاي قدامك والشحنة فيها، والطريق اللي تمشي عليه حنبعته ليك، وامشي عليه خطوة بخطوة وما تلف أي لفة يمين ولا يسار إلا بأمر مني. وتكلمت في هذا الوقت وقلت له باهي وين الوجهة؟ ورد علي وقال لي تو تعرف. وخليتها في هذا الوقت ومشيت للشاحنة وشغلتها وطلعت. وبعد دقايق وصلتني أول مكالمة ورديت، وكان في صوت ونفس صوت صاحب السيارة السوداء وهو يقول لي اطلع من الطريق الساحلي وتبع الطريق قدامك، ولو في اي مستجدات تو نكلموك. ومن بعدها سكر الخط، وانا نقول في نفسي طريق معروف فمستحيل يصير لي فيه شيء يعني. ومشيت في طريقي وكل شيء كان طبيعي. وبعد نص ساعة تقريبا جاني الاتصال الثاني ونفس الصوت وهو يقول لي غير الطريق يا عبد الله ولف من الطريق الفرعي. واستغربت في وقتها وقلت الطريق الفرعي ليش ومخلي الرئيسي؟ وسألته قلت له ليش نمشي من الفرعي؟ ورد علي بكلمتين بس: نفذ واسكت. وانا في هذا الوقت ما خلاني اصلا مجال، نفذ واسكت وسكر الخط علي. تسمعني صوت القطار. ليش؟ انا نخدم معاك ومش عابد عندك، يعني احترمني شوية. صح قلنا عندك فلوس، صح قلنا وفرت لي خدمة، لكن ما تستعبدني. لكن في وقتها رضيت، ما عندي خيار تاني. تبي فرعي؟ مشينا فرعي، يلا بسم الله. ومشيت خشيت على الطريق الفرعي. اول ما نزلت في الطريق الفرعي بديت نفكر ليش قال لي خش من الطريق الفرعي؟ في حاجة، يمكن قدام في تصليحات للطريق، يمكن المكان هو قريب هنا اللي بننزل فيه الشحنة. وبديت في وقتها نخترع في اعذار الروحي، نكذب على روحي وماشي، يمكن كذا ويمكن كذا ويمكن كذا، نصبر روحي واهو منها نمشي الطريق. والمكالمة الثالثة منها ما طولت واستغربت منها اصلا، وكانت مختصرة، لأن أول ما رن تليفوني رديت عليه وسمعته ويقول لي طريق نظيف قدامك يا عبد الله كمل. والمكالمة هذه استغربت منها، ولكن المكالمات اللي جم من بعدها خرب مفهوم الاستغراب عندي كليا. كل شوي تجيني مكالمة، كل ما نقرب من مدينة يقول لي خذ يمين، خذ يسار، لا أرجع، اصبر، لف، يا هو خيرنا. كل ما نمشي شوية تجيني مكالمة، كل ما نمشي شوية تجيني مكالمة. شنو الشحنة اللي رافعها معايا أنا؟ شنو نوع البضايع اللي رافعهم معايا؟ ليش قاعد تلف بيا يمين ويسار وفي طريق رئيسية نقدر نمشي منها؟ ومن كتر ما لحس لي مخي بالاتصالات بديت حتى لما أشوف في المرايا نخاف إن في حد قاعد يتبع فيا، ولا في حد مستقصدني، أو في حد جاي يسرقني. ليش؟ وصلني المرحلة إني قاعد شاك في كل شيء حولي، ورغم كل شيء أنا مكمل
وماشي، يقول لي امشي يمين، مشينا يمين، يقول لي نمشي يسار، مشينا يسار، وقاعد متبع على كلامه. اهم شيء فلوسي بعدين وين، بس انا قاعد نشوف الفلوس قدامي. وحتى وصلت لنقطة معينة القطران ما عاش موجود، تراب بس، طريق مهجورة ما يجيك فيها لا انس لا جن لا ولا مخلوق على وجه الكرة الارضية. قاعد انا والشاحنة بس نمشوا فيها. وبعد ما قطعت مسافة فيها جاني اتصال واستغربت، قلت شنو وصل التغطية لهنا اصلا؟ طريق مهجورة، ما في قطران، ما في جنبي حتى مزارع، ما فيش، شنو وصل التغطية لهنا؟ لكني رديت وكان نفس الصوت كالعادة وهو يقول لي وقف. وفعلا وقفت وكمل كلامه ويقول لي خليك واقف مكانك شوي تو نكلموك. وفعلا قاعد واقف مكاني، قاعد اسمع صوت المحرك، مرة نطفيه مرة نشغله، نولع موسيقى. مليت، قاعد بروحي في طريق ما يجيك فيه حتى ابليس شفتوه مستحيل يوسوس لك داخل الطريق هذه، وانا قاعد بروحي فيها. شو مندير؟ ماني عارف. حتى لو بنقول لكم ممكن نشوف تيك توك او انستغرام او اي منصة تواصل اجتماعي، تليفوني بطم بيله، شو مندير بيه؟ قاعد ونستنى وما علي الا بالصبر. بعد شوية قعدت نفكر لو توا جاني حد وقف علي وجاب يسرقني وارفع علي سلاح وقال لي انزل من السيارة، انا شن بيروح بيا للبيت؟ مشكلة. لكن لعنت الشيطان في وقتها اللي جاء وسوس لي، مع اني كنت متخيل انه ما في شياطين في الجهة هذه، لكنه جو وسوس لي. الا شويه وجاني اتصال ورديت وكان نفس الصوت وهو يقول لي يا عبد الله شغل شاحنه وتحرك بسرعه. وفعلا هذا اللي درته، شغلت الشاحنه وطلعت. وبعد ساعات من المشي في الطريق الفاضيه هذه اللي ما فيها حتى قطران وصلت لمكان التسليم، ولقيت قدامي شخصين وحتى سلمت عليهم ما ردوا السلام. مشوا للشاحنه من خلف، فتحوها، تاكدوا من الشحنه، نزل الشحنة، وجا واحد منهم لعندي واعطاني ظرف وقال لي امشي. وانا هنا ما صدقت خبر، على طول شغلت شاحنتي ومشيت. وانا ليش اصلا ملكت الشاحنة لي؟ الشاحنة مش شاحنتي، راه مسلميني الشاحنة عشان اوصل بيها بس، لكني انا الباين اني ملكتها خلاص شاحنتي. المهم مشيت، واول ما بعدت عنهم بشويه فتحت الظرف علشان نشوف فلوسي. وانا وقاعد نحسب في الفلوس المبلغ اللي متفاهمين عليه. فته وانا وقاعد نحسب كيف انا متفاهم انا وياه على مبلغ معين وهذا المبلغ في زيادة. فعلى طول رفعت تليفوني وكلمت صاحبي، قلت له أراه المبلغ أكتر من المبلغ اللي متفاهمين عليه. قال لي إيه أنا عارف، لكن لأنها أول شحنة ليك فحبيت نعطيك فوق المبلغ اللي متفاهمين عليه كأول تعاون بيننا يعني. وقتها فرحت وسكرت عليه على طول وما أعطيته أي احترام، ورجعت شغلت الشاحنة ورجعت البيت. وانا في الطريق قاعد نقول أول رحلة وعدت على خير. وصلت للبيت وارتحت وقعدت يومين وانا مفكر، بس نقول فلوس وجتني مقابل شغل وما في حد وقفني ولا في حد سألني، يمكن انا مكبر الموضوع عطيه أهمية بزيادة. في ثالث يوم رن تليفوني، نفس الرقم ونفس النغمة، الاتصال اللي يرفع ضغطي قبل ما رد عليه، ونفس الصوت وهو يقول لي يا عبد الله في مشوار تاني. سكت شوية وانا خايف ومتوتر، بس بعدها رديت عليه وقلت له وين؟ رد علي ويقول لي نفس اللي قبله غير اخف منه شوي. كلمة اخف خلتني نضحك. اخف من شنو يعني؟ كيف انت بتقول لي اخف بعد التوتر والقلق اللي سببته لي في المرة اللي فاتت؟ لكن قلت يلا. وفي وقتها ما كنت حاط في بالي ان في حاجة ممكن تضرني او ان شر، ما فكرت، مشيت بطيبة قلبي يعني. وفعلا سكرت الخط وطلعت، وهذه المرة مشيت للمكان تاني وكان مستودع والشاحنة نفسها موجودة، لكن المرة هذه كانت شنطة سفر سودا ومسكرة بقفل. والراجل قال لي بتوصل الشنطة هذه بس. أنا في وقتها استغربت، كيف موصل شنطة بس؟ أنت عاطيني شاحنة كبيرة عشان نوصل شنطة سفر بس؟ مش منطق. لكن قلت يلا وسألته، قلت له شن فيها الشنطة باي؟ وفي هذا الوقت شبح في شبحة. خفت في وقتها، قلت خيره هذا بلكي سألته، قلت له شنو اسم أمك ولا شيء، خيره. وتكلم وقال لي أنت لازم ما تسهلش، فلوسك ويجوك وأمورك في السليم، ليش تسأل؟ خليك ساكت، نفذ المطلوب منك وبس. ومن رده فهمت اني لو زدت معاه كلمة تانية احتمال حنودع الشغل، نقول باي باي شغل وارجع ارقد في البيت. فسكتت ونفذت اوامره ومشيت على طول. ركبت الشاحنة وشغلتها ورجعت عشان نرفع الشنطة وحطيتها في الشاحنة. ومن بعدها طلعت والطريق بدا عادي يعني نفس المرة اللي فاتت، فتقدروا تقولوا تعودت عليه، نفس الاتصالات ونفس القلق اللي يديروا فيه لي، فما حسيت بفرق يعني. الا كانت في حاجة واحدة، الشنطة اللي نحاطها نسمع في نفس صوت تخبيط فيها او في السيارة
صوت تخبيط، يمكن يكون مش من الشنطة، أنا ممكن موسوس في وقتها، والصوت اللي نسمع فيه كل ما نحاول إني نتجاهله ونكمل في طريقي نزيد نسمع أكتر وأكتر. شغلت موسيقى، حاولت أركز على حاجات تانية، والصوت قاعد مسموع عندي. وبعد ما مشيت نص الطريق الصوت خلاص ما عادش نقدر نتحمله، خففت سرعتي ووقفت على يمين الطريق ونزلت ومشيت للشاحنة من خلف. فتحت الباب الخلفي وقعدت متردد بين اني نقدم واشوف الشنطة شن فيها، او اني نسكر الباب ماني دخل في حاجة، نوصل شحنتي وناخذ فلوسي ونروح. لكن ما قدرت، رجعت للشاحنة من خلف ومشيت للشنطة، وقبل ما نحط يدي أصلا على الشنطة جاني اتصال. رديت وكان في صوت، ومش صوت الشخص نفسه اللي متعود عليه، وقال لي ليش وقفت؟ ورديت عليه وقلت له في صوت في الشنطة مش عارفة شنو. ورد علي أنا وقال لي أركب الشاحنة، سوق واسكت. حاولت برد عليه قلت له بس إنه بنشرح له، قاطعني ما خلاني أصلا نشرح، وقال لي أركب الشاحنة وسوق واسكت، نفذ الأوامر. وأنا هنا ما كان عندي شنو ندير. رجعت وسكرت باب الشاحنة الخلفي وركبت الشاحنة وشغلت المحرك وكملت في طريقي، وانا نحاول اني نهرب من فكرة ان في شيء حي داخل الشنطة هذه. يمكن يكون حيوان ويمكن يكون انسان، انا مش عارف، لكن قاعد نحاول نهرب من الفكرة هذه. ولكن مع كل مطب، مع كل حفرة ناخدها، مع كل لفة، الصوت قاعد يزيد اكتر واكتر. وانا للأسف ما عندي شنو ندير ولا في شيء في يدي، ساكت وقاعد نحاول نكمل في طريقي. مش لأني أنا نبي هكي، لا، لأن في أوامر قاعدة تنزل علي، ولو ما نفذتها الله أعلم شن بيصير لي. مع التفكير حسيت الطريق طول والليل نزل علي، مع أني طالع من الصبح نفس المسافة. قال لي كيف نفس المسافة وأنا طالع صبح ونوصل بعد العشاء؟ مش عارف هل التفكير هو خلاني ما نركز في الطريق وتطول عندي أكتر، الله أعلم. ولكن الحمد لله بعد مسافة طويلة وصلت لمكان التسليم، وتكرر نفس السيناريو، شخصين رفعوا الشنطة، والحمد لله قلت اني افتكيت من الصوت هذا اللي اجعزني طول الطريق. ولكن ما تغركم الراحة، لاني من داخلي كنت متوتر وخايف، نبي نعرف السر ورا الشنطة هذه. واعطوني فلوسي بعدها ورجعت للبيت. ولكن من بعد موضوع الشنطة انا ما عادش مرتاح، وبديت نتأكد اني خاشف موضوع اكبر من انه يكون بس نقل بضائع، لان اللي قاعد يصير معايا مش منطقي، وقاعد ياخذ فيا التفكير شن فيها الشنطة، شن وراهن البضائع اللي انا قاعد ننقل فيهن، ليش يقولوا لي يمشي من طرق فرعية. قعدت نخاف، قعد الخوف يغلب علي، لان الفلوس ما حتنفعني يوم نطيح في شيء ممكن انه يخسرني حياتي. ومن ورا كل تفكيري وصلت الحل واحد، قلت لو رنوا علي مرة تانية حنقول لهم خلاص انا مبطل. ولكن للاسف لان مع الفجر جاني اتصال، عبد الله عندنا مشوار. رديت عليه وقلت له اسمعني، اراه هذه راح تكون اخر توصيله لي وبعدها حنوقف. وفي هذا الوقت ضحك ورد علي ويقول لي ايه تمام انت بس تعال توا. وسكرت الخط ومشيت للموقع اللي بعته لي، وكان هالمرة موقع مختلف، وشاحنة كانت أكبر شوي، والشحنة اللي كنت نرفعها كان شكلها عادي، والباين إنها كانت شحنة مكيفات. فبديت نرتاح شوية، قلت ممكن أنا كنت شاك في الوضع، ممكن إن آلية شغلهم هم هيك، ممكن إن هم غامضين. جاء في بالي ألف فكرة وفكرة، وللأسف أنا كنت على نياتي وكيف ما قلت لكم ماشي بطيبة قلبي، وطلعت بالشحنة وأنا مرتاح غير عن أي شحنة. وتحولت حتى من بالي فكرة إني بنسيب الشغل معاهم، لا خلاص شغلهم نظيف. وأنا ماشي في الطريق إلا ونشوف من بعيد قدامي نقطة تفتيش، ومش عارف ليش أنا في هذاك الوقت توترت، خفت مع اني رافع شحنة مكيفات. ليش خفت توترت مش عارف. واول شيء جاء في بالي اني خاف سرعتي، توتر خوف تخلطت عندي الحكاية خلاص. وفي هذا الوقت جاني اتصال من صاحبي، من بيجيني يعني اتصال. رديت عليه وقال لي جملة واحدة بس كمل من غير ما توقف، ومن بعدها سكر الخط. وانا نغلي توتر خوف، كيف نكمل؟ كيف انا تواني ليش خايف؟ ما هو عندي شحنة مكيفات، ليش خايف؟ حرفيا ليش خايف؟ وفعلا كسرت حاجز الخوف ومشيت لنقطة التفتيش. واول ما وصلت لعندها وقفني الشرطي وقال لي اعطيني اوراقك، وفعلا مديت له اوراقي انا ويدي ترعش. شاف الاوراق اجراءاتي كاملة مكملة ما فيها ولا خلل، وتكلم وقال لي شن فيها الشاحنة؟ قلت له
مكيفات وانا متوتر. ورد علي وقال لي تمام، اجراءاتي وراق السياره وكل شيء في يده، مشى خلف الشاحنه وفتح الباب الخلفي. وانا هنا يا جماعه ما نحكي لكم عن التوتر، خلاص مش عارف ليش خايف، عرق على توتر على ضيقه كل شيء فيا. وفي هذا الوقت الشرطي خلى الباب الخلفي مفتوح وقاعد ياخذ في دوره على الشاحنه، وجاء اتصال ونسمع فيه يتكلموا شخص وعادي يعني اصلا ما نحساب الاتصال لي. وشويه سكر التليفون وسكر باب الشاحن الخلفي وجل عندي وسلمني وراق السياره وقال لي امشي. انا استلمت وراق السياره ماني عارف شو ندير، انا في صدمه توا. ورديت عليه وقلت له كيف نمشي؟ ورد علي هو هنا وقال لي انا قلت لك امشي، ما تفهم انت ولا شنو؟ انا على طول المارشه وين؟ كل شيء هرب مني، المارشه ماني شايفها، ماني عارف روحي لوين، شنو ندير؟ حطيت المارشه ومشيت على طول، والحمد لله طلعت من التفتيش. انا مش مصدق اصلا اللي صار لي. بعد ما قدمت شويه درست على اليمين، يدي يرعشن، ما عادش قادر نستوعب من رهبه الموقف انا اللي كنت فيها. هنا شويه ورنت تليفوني ورديت طبيعي الا نفس الصوت، وتكلم وقال لي يا عبد الله قلنا لك كل شيء تحت السيطرة، انت دام انك معانا انت بخير. ورديت عليه وقلت له انتوا كيف عرفتوا كيف درتوا؟ وهنا رد علي ويقول لي انت مالك علاقة، تعرف انت سوقه بس، وتو نشحوا فيك مدرس، فشغل السيارة وكمل في طريقك. وسكر علي الخط، وفعلا انا نمشي بالاوامر. بديت شغلت الشاحنة وكملت في طريقي، ووصلت لمكان التسليم سالم غانم الحمد لله. ورجع يتكرر نفس السيناريو للمرة الثالثة، شخصين لكن هذه المرة جايبين معاهم ناس، نزلوا الشحنة حطوها في سياراتهم، سلموني فلوسي، طلعت من عندهم. وانا مش مستوعب حرفيا الشيء اللي صار معايا في الطلعة هذه كاملة. شن قالوا للعسكر يا دومة؟ شن الشحنة اللي انا كنت رافعها؟ هل هي مكيفات او لا؟ كل مرة نطلع نرجع وانا نفكر في حاجة اعطب من المرة اللي فاتت. الناس اللي انا قاعد نشتغل معاهم يا بيجننوني، حل ثالث مستحيل نحصل. وفي حاجة نسيت نقولها ليكم، وانا ومروح في الطريق البيتي من بعد ما وصلت الشحنة الثالثة جتني رسالة على تليفوني ومن نفس الرقم، وكان نصها الآتي: انت تو يا عبد الله واحد منا. وانا طبعا قاعد نقرا في الرسالة وانا قاعد نسوق في الشاحنة طبيعي. واحد منا كيف؟ ما انا قاعد نشتغل معاكم، كيف واحد منكم؟ تفكيري بعد ما صار هذا كله منا وانا تو اليوم كيف ماني قاعد نحكي لكم في قصتي، قاعد نقول انا كيف كنت مفكر، كيف ينضحك علي كيف بسهولة؟ يعني رسالتهم واضحة، لكن في وقتها ما كنت مفكر في التفكير هذا، كان مضحوك علي وماشي. ومن بعد ما كملت اني قريت الرسالة من طولها يعني وحطيت التليفون، كملت في طريقي ووصلت للبيت وخشيت لداري وقعدت وسط الظلام وحتى الضي ما فتحتها. قاعد ونبي نفكر، نبي نحط النقاط على الحروف عشان أنا نفهم ونكون في الصورة. على قد ما حاولت نفهم بيئة العمل اللي أنا فيها ما وصلت الحل. نشوف الطريق يمين نلقاها مسكرة، نشوف الطريق يسار نلقاها مسكرة، نمشي على الصراط المستقيم ما يصيرش مني، قاعد في متاهة. ولكن وصلت لشيء واحد، اني انا توا لازم علي اني نعرف شغلي شنو، عشان نعرف هل انا شغلي ماشي في الحلال او في الحرام، ولو ماشي في الحرام ما عاش نبيه. ومن بعد التفكير والعصر هذا كله منا رقدت. ولكن نضت على اتصال، والاتصال هالمرة ما كان امر بل كان دعوة: يا عبد الله احنا بعتولك رسالة فيها موقع وتعال نبغى ندرسه معاك، لانك انت تو خلاص بديت واحد منا. والمكان هالمرة كان مخزن كبير على اطراف المدينة. فنضت صحصحت صليت الفجر زبطت اموري ولبست وطلعت من البيت. وصلت ولقيت وجوه جديدة وسيارات عد وانت تغلط، وحركة كانت غريبة شوي، لأن عادي فجأة يفوت عليك واحد رافع سلاح، واحد رافع صندوق ذخيرة وماشي. أنا وين؟ أنا شن جابني هنا؟ رفعت تليفوني قلت ممكن ان الموقع غلط، لكن الموقع صح، هذا المكان وانا مش غلط. وبعد ما خشيت بدقايق الا نشوف واحد جاي لعندي، هذا جايني انا واضح، وصل عندي وقال لي تعال الحقني. ومشيت وراه وخشينا الدار جانبية. وانا صدقوني ماني عارف شنو السبب اللي خلاني نقبل الدعوة، والسبب اللي مخليني نمشي ورا واحد انا ما نعرفه اصلا. مش عارف، كأني خلاص تعودت اني نمشي بالاوامر. والدار هذه اللي خشينا لها كاين في نصها في طاولة زي طاولات الاجتماعات وجنبها كراسي، وفي النص فوق الطاولة كاين فيها صناديق
وصناديق كانت مفتوحة، وأنا في البداية ما ركزت شنو الشيء اللي فيهن ولا لي مهتم أصلا إني نركز، لكن لما قربت منهن وقفت. لا يا حبيبي، هذا شنو؟ أسلحة، قطع أسلحة، ذخيرة سلاح، على يمينك تلقى لك ممنوعات ملوحات. أنا وين؟ أنا شن جابني هنا؟ وين البضائع؟ وين الشحنة اللي كنت نرفع فيها؟ وين المكيفات؟ أنا وين؟ يمكن إن الموقع غلط، مثال أنا مش متأكد إن الموقع هذا هو اللي بعتينا لي، لأن اللي قاعد نشوف فيه قدامي أنا مش مهيأ ليه. ولكن كسرت الخوف اللي داخلي وسألت هذا اللي قال لي تعال الحقني، قلت له شنو هذا؟ قال لي هذا شغلك، هدينا البضايع اللي ترفع فيهن. وهنا أنا عرفت إني أنا كنت مجرد وسيلة إني نوصل لهم الممنوعات هدينا والوسخ نتاعهم، وأنا اللي قاعد في الواجهة، لكن مخي ما يبيش يستوعب الشيء هذا. فرديت عليه وقلت له لا أنا سواق بس. ورد علي ويقول لي إيه أنت سواق، لكن شنو الشيء اللي توصل فيه؟ وفي الوقت اللي هو قاعد يشرح فيه لي إني أنا كنت نوصل في الشيء هذا وأنا نوصلهم في الممنوعات والتفاهات هذه، طاحت عيني على واحد كان يساري وكان فاتح نفس الشنطة السوداء اللي وصلتها قبل، اللي قالوا لي ما تفتحها. وما شفت كل اللي فيها بالكامل، لكن اللي شفته كان صدمة. وفهمت وقتها الصوت من وين طالع وليش أصلا قالوا لي ما تفتحها. بعد ما كملت منهم وكملت حوستهم كله، وهذا اللي مسكين قاعد يفهم فيا من أول ما وصلت ومش عارف إني أنا مش معاه من أول حاجتين شفتهن خلاص. بعد ما كملنا رجعت للبيت وأنا قاعد نقول لا، اللي شفته أكبر مني، أنا منوقف خلاص، مستحيل نكمل معاهم، هذا حرام وحرام وحرام وحرام. أنا وليت مهرب. وفي الليل متأخر رن تليفوني، لكن هذه المرة قويت قلبي وما رديت. ورن مرة تانية وسكرت عليه. خلاص وليت قوي شخصية شوي من البداية، ومشوا فيا كيف ما يحبوا، توجه دوري. ولكن للأسف رنوا علي الثالثة الشخصية القوية انعدمت. فرديت عليهم قبل ما يقول أي كلمة، قلت له اسمع أراونا منوقف. وضحك في هذا الوقت، اللي قاعد يكلم فيه يضحك. وبعدها تكلم وقال لي بتوقف يا عبد الله، انت شفت كل شيء، طلعتك ما بتكون بالساهل، هتشتغل معانا غصبا عنك. ومن بعدها كمل كلامه وذكر اسم امي واسم خوي، وقال لي لو انك تبي تخسرهم وقف شغلك معانا، وسكر من بعد الخط. وانا هنا فهمت رسالته، يا عبد الله ما عادش في رجعة. ومن هذاك اليوم تغير تعاملهم معايا وتطور الوضع، ومعاش بدا مجرد شحنات ونقل، بل الشعب لأمور تانية. وبديت نسمع في كلام ما نبيش نسمعه، ونخش في أمور أنا في غنى عنها لكن غصبا عني. وأنا قاعد نضحك قدامهم، لكن من داخلي أنا قاعد نتقطع، لأن الشيء هذا أول شيء ما يرضي الله وحرام. وانا مستحيل يعني ما نشوف روحي اني ندير شيء حرام، لكن انا مهدد، ولو الضرر بيوصلني انا بس نتحمله، لكن أنا عارف أمي وأخوي مستحيل يتحملوا الضرر اللي بيجيهم، فلازم وغصبا عني أني نكمل معاهم. وفي يوم وأنا قاعد نجهز لشحنة، لقيت فيه مستند ورق طايح من صندوق الباين، ومديت يدي عشان نرفعه ونرجع للصندوق، إلا ولمحت فيه اسم عبد الله، وشدني فبديت نقرأ، ولقيت فيه كل شيء عني، مكالماتي، طلعاتي، تحركاتي، اتصالاتي. وقتها فهمت كل شيء، أنا مش شريك معاهم، أنا مجرد أداة، والأداة لما يتم وقتها حترمي. وبعد ما شفت الورق وقريت أغلب اللي مكتوب فيه، وكانت وكأنها قضية جاهزة كاملة كل تفاصيلها، والباين ان نهايتي قربت. وبعد ما كملت سكرت الملف، وكأني ما شفت ولا حاجة، رجعت المكانة، خلاص انتهى كل شيء. انا عارف هم عشان قاعدين يكيدولي، لكن ما نبيش نبين لهم، فقاعد ناخذ فيهم بالضحكة، لأن لو حسوا مجرد إحساس خفيف إني أنا شفت الشيء هذا اللي هم ما يبون يشوفه، أنا انتهيت. فهيك تكون عندي أفضلية عليهم تقدروا تقولوا، ونقدر نتوقع تحركاتهم. كملت كل شيء ورجعت للبيت متأخر، وخشيت لأمي الدار على أساس بنهدرز عليها، لكن لقيتها راقدة. فقعدت صافن ومقعمز ونفكر، قعدت نقول لو صار لها شيء يا أخويا، لو صار لهم شيء صدقوني مستحيل نسامح روحي على أي حاجة تصير لهم. أغلى شيء عندي هم اثنين، أمي وأخويا، فلو صار لهم شيء وأنا السبب في الشيء اللي صار لهم مستحيل نسامح روحي على ما أظن. وقررت في ذاك الوقت قرار وممكن يكون غبي، إني نهرب مش من خوف هو على نفسي، بل على أمي وأخويا اللي ما ليهم ذنب. فقررت إني نغير المكان اللي أنا قاعد فيه، نمشي لمدينة تانية ونغير رقمي وكل حاجة ليها دخل فيا، من غير ما نقول لأمي
لا الخويا لا ولا حد. وفعلا على طول مش عارف فكي، على طول فكرت في الشيء وبالنفذة وقتي خشيت لداري، رفعت شنطة صغيرة حطيت فيها الحاجات اللي نستحق لهن الضرورية فقط، شوية ملابس شوية فلوس من اللي جمعتهن وبش نطلع. وفعلا طلعت وانا شنطتي في يدي، وكراع اتقدم وكراع اتوخر، وقبل حتى ما نوصل للسيارة رن تليفوني قبل ما نغير حتى الرقم وقبل ما ندير ولا حاجة، وتوقعت انهم يقولوا لي انه في شحنة، فقلت خلي رد عليهم ونقول لهم جايكم، ونسحب عليهم وما نمشي لهم ونختفي حاجة اسبوعين 3 الى وين ينسوا امري، بعدها نرجع. ورديت على التليفون الا ونفس الصوت وهو يقول لي وين ماشي يا عبد الله ارجع. استغربت لهذه الدرجة هم قاعدين يراقبوا فيا، خلاص ما عندهم شيء في هذه الحياة الا انهم يراقبوا عبد الله، مش منطق يعني. فرديت عليه وقلت له والله تعبان وبريح يومين هيك بعيد وراجع. ويرد علي ويقول لي ارجع ارتاح في بيتكم يا عبد الله، خلي امك ما تقلق عليك. وسكر الخط من بعدها. وهنا عرفت ان حتى فكرة الهروب مستحيلة، الناس هدوم قاعدين لي على كل صغيرة وكبيرة، فمستحيل يخلوني نهرب من بين يديهم إلا في الوقت اللي هم بيسلموني فيه. ورجعت خشيت البيت وقاعد نستنى، وماني عارف حتى شو نستنى، لكن اللي نعرفه ان اللي قاعد نستنى فيه مش خير. وبعد مرور كم من ساعة وانا مش قادر حتى نرقد، أدى الفجر، صليت ورجعت قعمزت، الا وتجيني رسالة وفيها موقع كالعادة، ومكتوب هذه المرة تحتها تعال بسرعة ضروري. في العادة ما يبعتولي لان عارفين اني من جي اصلا، لكني ما كدبت خبر، على طول بدلت ملابسي وطلعت للموقع. وصلت الموقع ونشوف وجوههم والباين انها ما تبشر بخير ابدا. وواحد من القاعدين تكلم وقال لي يا عبد الله انت فكرت تمشي؟ وانا هنا مش عارف الشجاعة اللي جتني من وين طلعت. ما انكرت، قلت لهم ايه انا حقيقة تعبت خلاص، الموضوع تعبني ونبي نبطل ونسيب كل اللي ندير فيه. وهنا ناض نفس الشخص اللي سألني السؤال وقرب مني وقال لي يا عبد الله اللي يعرف اللي انت تعرفه مستحيل يطلع، ولازم عليه انه يكمل معنا للنهاية. ومن هذه اللحظة تغير كل شيء، والشغل معاهم تغير 180 درجة. وانا كنت نوصل فقط، ومرات نمشي مع ناس وحتى هم يوصلوا، ولكن المرة هذه بدوا يبعتوا فيا حتى عشان نراقب ناس. وهذا الشيء يعني ماني بنديره، لكن انجبرت عليه، مش عشاني، عشان امي واخويا اللي قاعدين في البيت وما لهم ذنب في ولا حاجة. ومن بعد كل اللي صار لي والتطورات اللي قاعدة تصير معايا مع العصابة او الميليشيا او التشكيل الاجرامي هذا، بديت نلاحظ اني في كل لحظة متراقب، حتى وانا نضحك، حتى وانا نهدرز، وكأنه في واحد قاعد لي على النفس، غير انت تنفس راهو، تحرك راهو على طول معايا وكأنه ظلي. لكن وين الشخص هذا؟ ماني شايفه. الشغل معاهم كيف ما قلت لكم انقلب، والفلوس بدأت قليلة جدا اللي يعطوا فيها لي، بديت حتى نحس روحي اني نخدم كمخابرات. انتم تخيلوا اني انا نراقب في واحد وفي واحد يراقب فيا، باي ليش اللي يراقب فيا ما تبعتوه يراقب اللي انتم تبوا تراقبوه طول وخلاص. وفي النهاية يعطوك مبلغ تافه جدا، خدمة معاهم ولت لا تطاق ابدا. يعني في البداية طمعوني بالفلوس وطمعت، لكن لما حصلوا علي خلاص ما عاش قدرت نطلع منهم، ولا نقدر نقولهم زيدوني، ولا نقدر نقولهم اعطوني، ولا نقدر نقولهم ولا حاجة. صح في شحنات والشحنات مردودها حلو، لكن الشيء الثاني معقولة يخلوني نقعد ليلة كاملة عشان نراقب تحركات إنسان بس؟ أراه طلع من بيته، أراه تو خش البيت، أراه جات سيارة تو وتكلم معاها، وفوق هذا كله منه في شخص قاعد يراقب فيا. فما عادش فهمت شنو المغزى من وراء الشيء هذا اللي قاعدين يديروا فيه. هل هو مجرد ضغط نفسي علي؟ يمكن، لكن مشيتها كيف ما هي، لأن الله غالب ما عنديش حل تاني. وطبعا من وراء المهمات اللي قاعدين يبعثوا فيه اللي او مش مهمات، هن يقولوا لك امشي راقب، المهم الاوامر اللي يعطوا فيه اللي، بديت ناخذ في خبرات وبديت ندقق عليهم حتى هم، وبديت نكتشف ان مش كلهم واحد، في منهم اللي يحسب، في منهم اللي ينفذ، وفي منهم اللي ديما يبي سجله يقعد نظيف وركته تقعد بيضة، تشوفه قدام الناس تقول هذا ما شاء الله عليه، تضرب بيه المثل، لكن هو يدير في بلاوي ما تقدر حتى تتكلم بيها اصلا. وطبعا اللي قاعد نقول فيه ليكم قليل من كثير، لان شفت قدامي حتى ناس تفارق الحياة ولاسباب تافهة، وشفت قدامي الخطف، مش كل شيء ينذكر، في حاجات يقعدن افضل. في واحد ركزت عليه ما يجي واجد، لكن يطلع في الوقت اللي انت تبيه ويهدرز ويضحك وتحسه كأنه صاحبك. لو اني قاعد على ايام طيبتي
لو انه تو صاحبي هذا، لكن هو اقذر ما رأت عيني. واكثر من مرة الشخص هذا يجي ويبدا يمدح فيا، ويا عبد الله شغلك ممتاز وكمل وبدع وكذا. لما تسمع كلامه تقول ما شاء الله، لكن هو من تحت لتحت قاعد يحفر لك، واول ما تطيح في الحفرة نتاعه ما عاد عندك كيف تطلع خلاص. وطبعا انا كنت مشي معاهم نضحك ونهدرز وما علي من ولا حاجة، لكن في داخلي انا قاعد نسجل نحفظ. صح مش عارف اسامي الكل، لكن اللي نقدر عليه. وصح اني ما نسجل ورقيا او تسجيل صوت، لكن ذاكرتي موجودة وانا مخي قاعد نظيف، فقاعد نسجل لهم في كل حاجة، حركاتهم، شو نقاط ضعفهم، كيف نطيحهم، وين نخش لهم، كل شيء قاعد محفوظ في مخي. وفي ليلة من الليالي تأكد فيها شكي بنسبة 100% واني انا كبش الفدا الجاي نتاعهم، لاني كنت قريب عليهم لكن هم مش مركزين لي، وكانوا يتكلموا علي انا، وانا قاعد نسمع فيهم وهم يقولوا لو صار لنا شيء نلبسوها في عبد الله. وعبد الله موضوعه ساهر يا جماعة الخير، هو ديما موجود وقلبه طيب وعلى نياته، وانا مجهز له ملف كامل بحيث لو صار شيء دفوا عبد الله على طول. وبعد ما سمعت كلامهم ما حسيت بخوف، لاني كنت عارف ان اليوم هذا حيجي لانهم هم الروس الكبار، ومستحيل حد بيضحي بروحه، وقاعدين يعني احنا البيادق نتاعينهم يعني، فاكيد اي شيء صار دف اول واحد جنبك، وانا هو موجود. وبعد ما كملت شغلي في ذاك اليوم رجعت للبيت، وقاعد في دوامة التفكير نتاعي اللي قاعد فيها يوميا، وقاعد نقول يا عبد الله هي لعبة قدرة، فانت العب معاهم على نفس السكة. ولكن يجيني شيء يقول لي يا عبد الله مستحيل تقدر عليهم، هم عندهم جميع الامكانيات، انت ما عندك حتى ظهر تستند عليه. ونرجع ونفكر ونقول صح، لكن لازم نكمل معاهم للأخير، ومش لأني نبي، لكن هذا الشيء خلاص انجبر علي، ومش لأني نبي لكن عشان ما عادش نقدر نوقف. وأسوأ شيء اني بديت نتعود على الخوف والقلق، وعلى اني نكون شخص ما كنت في يوم متخيل اني نكونه. وعدت الايام وتجي ليله ويقولوا لي يا عبد الله في مهمه كبيره ولازم انت تكون لي ماسكها. والمكان كان ابعد واهدى واخطر، الشحنه كانت ضخمه واكبر من اي شحنه نقلتها من قبل، وحتى كان معايا في الشحنه هذه سيارات بس عشان يحرسني من بعيد، ولو في الشحنة هذه صار ولو غلط بسيط حيطيحوا من وراه ناس واجد، وأولهم أنا، لأني أنا اللي قاعد نسوق في الشاحنة اللي فيها الشحنة. وجو قرب مني أول شخص اللي جاني بالسيارة السوداء قدام القهوة، وتكلم وقال لي يا عبد الله أنا من البداية كنت واثق فيك، وهو اليوم تستلم أول مهمة ليك ومسؤولية على الشحنة كاملة. من كلامه فهمت إن لو في أي شيء صار أنا الواجهة، وما اللي بيتضرر أنا أول المتضررين. من اللحظة هذه أنا بديت نقرأ في كل التفاصيل، لأني أنا المسؤول، ولو صار أي شيء ماني خايف على الشحنة ولا خايف عليهم، أنا خايف على نفسي. وفعلا انطلقت الشحنة وقاعد في الطريق مركز على كل حاجة، وأي حاجة كانوا يبوها تمشي غلط أنا نمشيها صح غصبا عنهم، لأني أنا اللي مستلم القيادة. لكن الخيانة مستحيل تجيك بطريقة مباشرة أو بطريقة ممكن أنك تتوقعها، لأن في نص الطريق رن تليفوني ورديت وقالوا لي غير الطريق، ورديت عليهم وقلت لهم ليش مش هذا الشيء اللي متفقين عليه، وردوا علي وقالوا لي نفذ. وانا هنا عرفت لو غيرت الطريق طحت في الفخ، ولو ما غيرت الطريق حنمشي من جهة نقاط التفتيش، والسيارات اللي معايا اللي على اساس يحرسن فيا في حال صار شيء مستحيل يقدروا يجوا معايا. فشبحت يمين يسار يمين يسار شن ندير، قعدت نفكر، فجاء في بالي اني ناخذ الطريق الصحراوي. مستحيل انهم يتوقعوا ان بيجي في عقلي اني نخاطر ونمشي على الطريق الصحراوي، حرفيا صحراء ما في يميني طريق لا يساري طريق وماشي على رملة. فقلت يلا خذيت يساري ونزلت على الرملة، وقطعت أكثر من تلت الطريق كلها على الرملة، لوين بعدها لما لقيت الوضع آمن وأموري تمام نزلت على القطران. وبعد ما نزلت على القطران وانا قاعد نقرب في اني نوصل لمكان التسليم نشوف قدامي ضي سيارات شرطة. انا توترت، شن جابهم مدام هنا؟ مفروض ما يكونوا هنا اصلا. واول شيء درته هديت سرعتي شويه، وفي هذا الوقت رنوا علي وقالوا لي وقف ما تتحرك اصبر شويه وتنضبطوا لك الامور. لكن انا في اللحظه هذه ما وقفت، كملت طريقي، ودوريات الشرطة ما كان أصلا جايات علشاني أو في حد مبلغ علي أو من الكلام هذا، ومشيت من جنبهم ولا كأنهم روني وكملت طريقي سخير الحمد لله. وبعد فترة قصيرة وصلت لمكان التسليم، لكن أول شيء لاحظته إن السيارات اللي كانوا معايا والناس اللي كانوا معايا كلهم اختفوا
وقعدت انا بروحي، واصلا مكان التسليم كان فاضي، لكن قلت يمكن الشباب اللي كانوا معايا مشوا يتمركزوا، والشباب اللي مسلمين لهم الشحنه اكيد دقايق يوصلوا. لكن بعد دقايق تجي سياره، ومش نفس السيارات اللي متعود عليهم في التسليم. وفي هذا الوقت تليفوني رن لاخر مره، رديت الا ونسمع صوت الشخص الاول اللي دخلني على الشغل المسخ هذا، وهو يقول لي سامحني يا عبد الله، هذه قوانين اللعبه. وخلاص انا في نص الموقف، شو بندير يعني؟ بنهرب؟ بيطلقوا علي النار؟ معاش عندي ولا حاجه نديرها. لعبوها مزبوط وقدروا يطيحوني، والناس اللي قدامي مش عارف لابسين لبس اسود في اسود. هل هم شرطه، ميليشيات، تشكيل اجرامي؟ شنو اللي قدامي؟ انا مش عارف. لكن الشيء اللي درته اني نزلت من الشاحنه ورفعت يدي وتقدمت لهم. في هذا الوقت ما كنت مفكر لا في السجن لا في الموت، لكن كنت مفكر في حاجة واحدة: الخيانة ما توجع، اللي يوجع اني توقعتها وانا متأكد وعارف ان الشيء هذا بيصير. ومع هذا كله الشيء صار. والشيء الوحيد اللي بنقوله لا اعتراض على حكم الله، وكل شيء بعدها صار سريع وبطيء في نفس الوقت، شيء مش مفهوم. تكلبشت من غير اي مقاومة، واصلا ما نقدر نقاوم ولا نقدر نهرب. خلاص انا في نص ناس مدربين على الشيء هذا، وانا ما عندي ولا استعداد حتى 1% للمواجهة هذه. واول ما ركبوني السيارة شبحت الخلف ونشوف للطريق اللي مشيت فيه اخر مرة، وانا قاعد نقول هذا هو الطريق الاخير، مش لان وصلني لنهايتي، بس لان كشف الحقيقة. والحقيقة اني كنت ديما مجرد أداة. واليوم نحكي لكم وانا في مكان ما توقعت في يوم اني نخش له. حيوط عالية، بيبان حديد، اصوات مفاتيح، والوقت فيه يمشي بكل بطء. انا عبد الله، مش السواق ولا الاداة، انا عبد الله اللي قاعد في السجن. وفي البداية كنت نستنى نتكلم ونقول نفضفض، نطلع اللي داخلي، انا مظلوم. لكن ما في حد كان يسمع لي. كل ما نتكلم ونقول انه صار معايا كذا وكذا وجروني وقعدوا يهددوا فيا وانا ما لي دخل، لكن نحصل منهم رد واحد بس: انت نفذت ولا ما نفذت؟ وهنا نسكت لاني نفذت. فالقانون لا يحمي المغفلين. كان في قدامي 1000 حل، لكن انا خفت. كان خوف مني. وفي الزنزانة هدوء، بس يطلع صوت واحد بس، واللي هو صوت تفكيرك. وانا الراجع في كل خطوة درتها، وكل مرة قلت فيها هذه حتكون آخر مرة، وآخر مرة ما تجيش إلا بعد ما يسكر الباب. وأكتر شيء يوجع مش السجن، اللي يوجع إني نعرف إني لو كنت قلت لا من الأول، لو إني اليوم فقير لكن حر. واليوم نكتب في الكلام هذا مش عشان نبرر أو نطلب شفقة من حد، بس نقول لأن يمكن في حد تو يسمع يشبهني، ويمكن محتاج، ويمكن جا في طريقة عرض سهل. فأنا اليوم نبي نقول لك حاجة من قلب واحد ضيع عمره. الفلوس السهلة ما هيش رزق، بل هي فخ. ولو في حد قال لك ما تسأل، نفذ وخليك ساكت. هنا أعرف إنك مش شريك، انت كبش فداء. واعرف انك يوم بتطيح ما في حد بيقف معاك، الكل بيشوف الروحة مخرج، وانت الوحيد اللي بتطيح فيها، زي حالتي وناهو اليوم ندفع تمن خوف قلت إنه شطارة، ندفع تمن سكوت حسبت إنه ذكاء، وندفع تمن لحظة قلت إني محتاج فيها الفلوس. ولو ترجع بي الدنيا نختار الجوع والتعب على إني نختار الطريق هذا. ومن داخل السجن نقولها ليكم: ما فيش غلط اسمه غلط بسيط أو غلط شوية. الغلط طول عمره بيقعد غلط، وما تبدأ تبرر لنفسك عشان بعدين ما تلقى روحك حاصل في دوامة ما عندك كيف تطلع منها. ولو في حد عرض عليك طريق مختصر، اعرف إن الطريق هذا مختصر لنهايتك. ولو حسيت بالخوف أي خطوة، اعرف إن الخوف قاعد يحاول إنه ينقذك، فما تكابر. حسيت بالخوف أرجع. أنا اليوم مستعد إن يقولوا علي خواف، ولا إني قاعد محذوف في الحبس. فحكم عقلك واعرف كيف تمشي، وتعلم من أغلاط غيرك. وديما حط في بالك إن الحرية بعد ما تسلب منك مش صعب ترجع، مش صعب، من الصعب ترجع. فخذوا اللي صار معايا كعبرة ليكم واستفيدوا منه. ونقدر نقول لكم هذه كانت قصتي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه القصة الجميلة. فيا عزيزي المتابع، ما تحرمنا من زر اللايك والاشتراك وضغطك على الجرس في طريقك. وكيف ما قلنا لكم جدولنا في شهر رمضان قصة يوم الجمعة
وقصة يوم الثلاث، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا في القصة. وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد، وتلاقوا في قصة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.